لما حد زمان كان بيغلط فيا او يذم فيا ويقول فيا عيب، كنت بفضل اعيط قوي وببقى زعلانه ومتضايقه، وافضل ابرر له واقول له لا والله انا مش كده، صدقني مش. دلوقتي بقى بفضل افكر يا ترى ايه العقد والكلاكيع اللي جواه اللي وصلته ان هو يشوفني بالطريقه دي. يا جماعه، لازم يكون عندكم ثقه في نفسكم. ممكن فعلا الشخص اللي قدامك ده يكون مريض نفسي وبيطلع عقده فيك، او عايز يطلعك معيوب وانت اصلا يعني مفيكش حاجه، فله شمعه منوره. فمش اي حد تتاثروا بكلامه. اقلب القاعده على طول عشان ما تخليش حد ياثر عليك. لما حد يجي يغلط فيك او فيكي او يذم فيك وانت اصلا مش فيك ده، فافضل فكر كده اعتل يا ترى الشخص ده مريض نفسي، ولا هو عقله على قده، ولا في ايه بالظبط. الله يعينه بقى على نفسه، الله يعينه. لو فكرتوا بالمنطق ده مع كل حد يهينكوا وكل حد يأذيكوا او يفكر فيكوا بطريقه وحشه، صدقوني انتوا هتمشوا مرتاحين جدا وهتكونوا يعني الدنيا فل معاكم، مفيش اي مشكله خالص. هيعدي عليك وقت كده هتفكر وهتدرك ان كل شخص بيذم فيك او بيقول فيك عيب مش فيك، ده مرتبط بصراعه الداخلي. هو متضايق من نفسه في حاجه وبيطلعها فيك. عايزه اقول حاجه كمان، انتقوا يا جماعه واستنضفوا الناس اللي انتوا تبرروا لهم او حتى تتخانقوا معاهم او تطلعوا مجهود في انكم انتوا توضحوا لهم انتوا ايه. استنضفوا الناس. لو شخص او انسانه ما يستاهلوش، كبر دماغك عادي، ولا يفرق معاك حاجه. انما شخص ممكن يكون فيه سوء تفاهم، وضح له. ولو هو شخص عاقل وشخص حقاني هيستوعب وهيعتذر لك عن هو تخطى حدوده معاك. اما الشخص التافه اللي يفضل ينتقد فيك ويقول لك انت فيك كذا وفيك كذا، ده كبر دماغك منه. ده بني ادم مريض نفسي ده. الناس دي يا جماعه وفروا طاقتكم بعيد عنها. مش اي حد يستحق انك ترد عليه وتنزل بتقلك كده عشان تديله شرف انك رديت عليه وبررت له. مش كل الناس. فنقوا الناس اللي انتوا تتناقشوا معاها وتوضحوا لها وجهة نظركم. اما الباقي شكرا مع السلامة. ما يلزمناش انت وافكارك واعتقاداتك عننا. بالسلامة. في مثل جميل قوي عجبني قوي ودخل دماغي بصراحة: رماك الحاسدون بكل عيب وعيبك ان حسنك لا يعاب. يا سلام عليا، اقسم بالله. فطول ما انت واثق في نفسك وطول ما انت واثقه في نفسك، محدش هيقدر يهز ثقتكم بنفسكم. ليه بقى؟ لازم تشتغلوا على نفسكم، لازم تكونوا مثقفين يا جماعه. مش لازم كورسز ولا الكلام ده. عندكم اليوتيوب اتعلموا منه كل حاجه، هو مش حارم حد من حاجه، تمام؟ فبلاش حجه. ليه بقى؟ ده بيرفع ثقتي بنفسي، بيخليني فخور بنفسي، ومفيش اي كلمه ضعيفه من شخص ضعيف. فساعتها اختاروا يا جماعه الناس اللي انتوا تعيشوا معاها. اختاروا الصحاب، اختاروا الحبايب، اختاروا حتى الاهل كمان اختاروهم. لو هم سبب في اذى ليكوا تلاشوهم، ابعدوا عنهم. وضحوا لهم ان انتوا مأذيين مره واثنين وثلاثه، ما حصلش. سلامك النفسي اهم حاجه. اذا كان اللي قدامك ما همهوش سلامك النفسي ونفسيتك، يبقى مين هيشيلك يوم ما تتعب ويوم ما تتجنن وتمشي في الشارع تكلم نفسك؟ مفيش. فاختاروا الناس، ما تقعدوش في بيئه محبطه، في بيئه تضايقكم وتحبطكم من نفسكم، تحسسكم ان انتوا ناس قليلين. يعني اصعب الظروف لو اضطريتوا ان انتوا عايشين مع الناس دي، سدوا ودنكم عنهم خالص. طول ما انتوا قاعدين فكروا بقى في اعذار للناس اللي حواليكم. يا ترى ده شخص مجنون ده ولا لاسع ولا ايه؟ ازاي شايفني كده انا زي فل وعسل؟ بهزر معاكم. يعني بصوا، خلي قناعاتكم بنفسكم كده عاليه بجد والله، لان انتوا فعلا تستحقوا. مش اي حد يستحق طبعا، لا، اللي يستحق ده الشخص اللي تعب على نفسه، اللي اجتهد، اللي بيحاول يغير من نفسه، اللي بينه وبين ربنا سليم. مش اي حد الناس كلها تستحق، لا، مش اي حد يستحق طبعا. شوف نفسك انت من جواك عملت ايه، وصلت لايه، ذاكرت ايه، نجحت في ايه، قربت من ربنا في ايه، وساعتها انت هتقدر تقرر انت ايه، مش غيرك بقى. الباقي الله يعينه على دماغه. وشكرا، يلا، السلام عليكم.